السلام عليكم، اهلا بيكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة فيديو حلو جدا. عارفين الزن على الودان امر من السحر؟ اهو ده اللي حصل معايا. اختي قعدت تزن عليا، طب شوفي فيديوهاتها، طب جربي حاجة من عندها، طب شوفي دي بتعمل مخبوزات حلوة جدا. المهم ان انا اخر ما زهقت قلت لها خلاص يا بنتي صدعتيني، خلاص هشوفها. المهم شفتها اتفرجت عليها، ما شاء الله عليها بتعمل فيديوهات حلوة جدا. هي صافية يحيى. طبعا هي معروفة جدا بالمخبوزات والحاجات اللي بتعملها بجد بتبقى حلوة جدا. خدت بقى من عندها وصفة الباتيه. عملت وصفة الباتيه بالطريقة بتاعتها، جميل جدا بجد عجبني جدا. بس انا ما سكتش على الباتيه، انا عملت من نفس العجينة بتاعت الباتيه، عملت كل الحاجات اللي شفتوها معايا في الفيديو دي. هنعمل منه خلية النحل، كمان عملنا العيش الفينو، وكمان عيش التوست، وكمان عملت الكرواسون او المولتو. بجد طلعوا حلوين جدا، حاجة بجد وهم. شوفوا معايا الفيديو للآخر هيعجبكم جدا. يا رب الفيديو يعجبكم. اللي لسه ما اشتركش في قناتي يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بعمله. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك للوصفات الحلوة دي، ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. بصوا بقى، اللي عارفني عارف ان انا بجرب وصفات كتير جدا وبقول لكم على الوصفة اللي نجحت معايا من اول مرة. فالوصفة دي انا جربت الباتيه زي ما قلت لكم من عندها وعجبني جدا. هنعمل بقى منه كمية مضاعفة، يعني عملت 2 كيلو من الدقيق. هسيب لكم طبعا المقادير كلها في صندوق الوصف عشان ترجعوا لها يعني في اي وقت. زي ما قلت لكم الوصفة بتاعت الباتيه انا جربتها ونجحت معايا من اول مرة، عجبتني جدا. فقررت ان انا اعمل بنفس العجينة كل الحاجات اللي شفتوها معايا في اول الفيديو دي. فبجد نفس العجينة طلعت في كل الحاجات اللي انا جربتها بيها حلوة جدا، يعني تنفع للحاجات دي كلها. انا استخدمت 4 كوبايات ونص من الحليب، وكل اللي انا استخدمته من المية نص كوباية بس من المية. بنعجن بقى كده، واخر حاجة حطيتها ليها هي الزبدة. حطيت ليها 4 معالق كبار من الزبدة. بس كده بعجنهم بقى كويس جدا 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 لحد ما العجينة تبقى معايا بالشكل ده. بغطيها ب الاسترتش وبسيبها لحد ما تخمر. العجينة خمرت وما شاء الله، شايفين العجين يعني حلوة جدا، طرية وسهلة كمان في التشكيل. وانا بقطعها فردتها كده رول، وبدأت ان انا اقطعها 5 كور كبار بالشكل ده عشان ابتدي اعمل كل جزء حاجة مختلفة عن التانية. اول حاجة عملتها هي المولتو الصغنن ده، عملت منه يعني كمية حلوة جدا. حشيتها كمان بالشوكولاتة، ممكن نعملها سادة، ممكن نحشيها، ممكن نحشيها أي حشوات تانية. فيعني ينفع معانا في أي حاجة. أنا عملته مثلثات كده بالشكل ده، ومسحته بس بالفرشة مسحة زبدة، وحطيت قطع شوكولاتة كده بالشكل ده اللي هي النوتيلا. وببتدي إن أنا ألفه رول بالشكل ده، بتبقى حلوة جدا. ما شاء الله، انا عملت 2 كيلو من الدقيق، عمل معايا كمية حلوة جدا من المخبوزات اللي شفتوها معايا في اول الفيديو دي. ببتدي بقى ألفه كده بالشكل ده. خلصت الكمية بتاعتي كلها، بدأت أرصه على الصاج اللي هدخله الفرن، وبركنه بقى على جنب علشان يخمر تاني قبل ما أدخله الفرن. نيجي للوصفة اللي بعد كده وهي الباتيه. الباتيه فردت العجينة كده شكل مستطيل، وحشيتها بقى جبنة وزيتون. عايزة تحشيها أي حشوات تانية مفيش أي مشكلة، براحتك خالص. بلفها كده، بس ما بفضلش إن أنا يعني بقفل العجين. ومجرد ما قفلت العجين اللي هو خلاص، ما تقعديش تلفيها رول تاني، هتكتمي العجينة منك ومش هتورق وتبقى حلوة. فمجرد بس ما تقفلي العجينة من تحت، بس ابدأي ان انت قطعيها ورصيها في الصاج بتاعك. تالت وصفة معانا هي اللي هي خلية النحل. بنجيب كده قطعة من العجين وبحشيها برضو الحشوات اللي انا عايزاها.
حشيتها كده بالشكل ده ولميتها تاني كده وبدأت ان انا اكورها. طبعا بسيب مسافة ما بين كل واحدة والتانية علشان لسه هتخمر تاني معانا. كده بالشكل ده. سهلة جدًا ووصفة حلوة جدًا يعني، أنا باحب أجرّب وصفات كتير زي ما قُلت لكم، فباجيب لكم الطريقة اللي هي نجحت معايا، يعني أكتر وصفة بتنجح معايا باطلع بقى وباقول لكم يا جماعة جرّبوا الوصفة دي، بابقى خلاص واثقة منها لإن أنا باكون جرّبتها كتير جدًا، فأنا جرّبتها بصراحة كذا مرّة فعجبتني جدًا، قُلت بقى أنا لازم أجرّب منها كل المخبوزات، يعني كذا حاجة في المخبوزات ونشوف هتطلع حلوة مع بعض والّا إيه. جرّبت كمان العيش التوست حطيته كده في القالب بالشكل ده، وضغطته كده خَد شكل القالب، وسِبته كمان على جنب لحد ما يخمر، يعني هو إحنا واخدين العجين كده نُص القالب بالضبط. هنعمل بقى العيش الفينو، أنا عملته كِوَر كده بالشكل ده. أنا عملت معاكم فيديو قبل كده للعيش الفينو، بس الطريقة دي اقتصادية أكتر. ممكن تجربوا منه حاجات كتير جدًا، هتعجبكم يعني بجد إن شاء الله. خلاص كده رشيتها بقى، كمان أنا دهنة الوش بالمَيّة والسكر، هي قالت ممكن ندهن الوش مَيّة وسكر، فعملت كده، وكمان رشيت شوية سمسم على الوش، ركنتهم بقى على جنب علشان يخمر، لازم يخمر تاني قبل ما أدخّلهم الفرن. طبعًا لازم قبل ما بادخّلهم الفرن، لازم أشغّل الفرن وأكون مسخّنة الفرن بتاعي كويس جدًا، أي مخبوزات يا جماعة لازم تدخل على الفرن يكون سُخن جدًا، علشان ترتفع معاكِ وما تهبطش أو ما تطلعش مكتومة يعني، فلازم الفرن يكون سُخن كويس جدًا، بتسيبيها بقى لحد ما تخمر تاني وأبتدي إن أنا أدخّلها الفرن. كده خلاص بقى خمرت، بقت معايا بالشكل ده تضخّمت كده، يعني شايفين خلية النحل اللي كانت كِوَر صغيّرة ما شاء الله كبرت خالص، وكمان العيش التوست أخد شكل القالب وبقى حلو جدًا. بابتدي بقى أسوّيها واحدة، واحدة، أدخّل صاج أطلّع الصاج اللي يطلع على طول كده وهو سخن بابُخّه بالبخاخ المَيّة كده بالشكل ده، ولازم يطلّع بخار كده، يعني لازم وهو خارج من الفرن حالًا، فاهمينّي؟ وأغطّيه كويس جدًا بفوط نضيفة، وأكتم البخار كويس جدًا علشان يفضل طري وهش ويبقى حلو جدًا. ده الباتيه بقى شايفين حلو جدًا، طري جدًا، العجينة بجد ما كنتش أتوقع إن هي تبقى طرية وهشة كده، لإن هي اقتصادية جدًا، يعني مش مستخدمين ولا بيض ولا زبادي ولا أي حاجة، إحنا مستخدمين اللبن والدقيق وكمان كمّلنا العجين بالمَيّة، بس أنا مستخدمة يعني أكتر حاجة اللبن، فاهمينّي؟ أو الحليب يعني، المَيّة استخدمت نُص كوباية بس زي ما قُلت لكم، شوفوا بقى مورقة إزاي وحلوة جدًا، حقيقي بجد طرية وقعدت كام يوم بنفس الطعم، ما غيّرتش الطعم ولا أي حاجة، فحلوة جدًا، جرّبوها بجد هتعجبكم جدًا. شوفوا خلية النحل كمان طالعة مضبوطة وهشة وبجد حلوة جدًا، والارتفاع بتاعها عالي جدًا يعني بجد جميلة جدًا. بُصّوا بقى من جوّه طرية إزاي، وصفة اقتصادية ويعني طالعة في كل المخبوزات اللي أنا جرّبتها بيها، كل الوصفات بجد أحلى من بعض، حقيقي بجد، شايفين عاملة إزاي؟ حلوة جدًا، كمان العيش التوست كمان شايفين طري وهش من جوّه حلو جدًا، التسوية كمان مضبوطة، شايفين؟ يعني باحط إيديّا بيرتفع تاني، بجد حلو جدًا، شوفوا بقى شكله من جوّه.
حلو جدًا، كمان أنا كنت فردته وحشيته من جوّه أو دهنته من جوّه يعني بالزبدة، فطالع حلو جدًا، ممكن كمان لو حابين نحشيه أي حاجة ويبقى جاهز معانا، فهيبقى كمان حلو جدًا، يعني براحتك بقى أنتِ شكّلي واعملي المخبوزات اللي تحبيها واعملي الوصفات اللي تحبيها، بجد المقادير مضبوطة وناجحة من أول مرّة، هتطلع معاكِ مضبوطة، امشي بس على الطريقة والمقادير هتطلع معاكِ حلوة جدًا، شايفين كمان المولتو اللي إحنا عملناه أو الكرواسون بجد حلو جدًا. جرّبي بقى الوصفة بالطريقة دي وهتعجبِك جدًا، جدًا، هنقدر إن إحنا نعمل بيها كل المخبوزات، لإن إحنا أصلًا يعني ما بنحبش إن إحنا نحفظ وصفات، أنا عن نفسي ما باحبش بقى اللي هو أحفظ وصفة ده كذا ومقاديره كذا، فالواحد هينسى، فلمّا تكون عندنا مقادير واحدة لكل المخبوزات دي، لأ بجد هتبقى حلوة جدًا، اللي هو خلاص بقى هتبقي معتمداها وتعمليها على طول. كمان هتكوني ضامنة إن هي هتنجح معاكِ ومن أول مرّة. كده خلاص وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب الوصفة تكون عجبتكم، استنوني إن شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير على خير، وتجارب كتير إن شاء الله جاية كتير على خير، شكرًا ليكم، مع السلامة.